الأهلي كسب كهرباء الإسماعيلية 4-2 وبيعود لصدارة الدوري، بس فارق الأهداف مخليه الأهلي في المركز الثالث بعد المصري وبعد الزمالك. لكن أنا كأهلاوي مش فرحان خالص بالشوط الثاني اللي قدمه النادي الأهلي والتغييرات الغريبة اللي عملها عماد النحاس. يا جماعة النادي الأهلي لازم له مدير فني ضروري جدا. لازم مدير فني يجي يمسك النادي الأهلي، لازم مدير فني يجي يظبط الدفاع البايظ بتاع النادي الأهلي. يا جماعة أنا أي فرقة بتعمل عليا هجمتين تلاتة بتقدر بسهولة جدا إنها توصل لمرمى محمد الشناوي وبتسجل فيا أهداف. أي فرقة مش بتضغط عليا بتفكر إن هي تضغط عليا بتقدر توصل لمرمى محمد الشناوي وبتقدر توصل إن هي تسجل أهداف بمنتهى السهولة. في إيه يا جماعة؟ فريق لسه صاعد من الدرجة التانية، أقل فريق في القيمة السوقية في الدوري المصري، فريق ترتيبه متأخر جدا في جدول الدوري، يحط فيا هدفين في الشوط التاني وبدل ما كنت كسبان 3-0 ابقى كسبان 3-2. كارثة دفاعية بكل المقاييس. وبعدين يا جماعة هو ايه بيكهام ده؟ ايه بيكهام ده؟ حد يقول لي ايه بيكهام ده؟ انا جبت بيكهام ده ليه؟ النادي الاهلي ليه اشترى بيكهام؟ بيكهام مين ده يا جماعة؟ ليه ياسر ابراهيم طلع ونزل بيكهام؟ أسئلة كتير جدا هنسألها النهاردة مع بعض، ولكن خلينا نبتدي الأول بالتشكيل. التشكيل كان مميز جدا، ما كانش فيه أي عيب في التشكيل اللي عماد النحاس ابتدى بيه المباراة. النادي الأهلي ابتدى المباراة بمنتهى القوة، ابتدى بضغط عالي مميز جدا، ضغط عكسي مميز جدا في استرجاع الكورة. فريق كهرباء الإسماعيلية كان خايف من النادي الأهلي، ما قدرش يعمل أي خطورة طول أحداث الشوط الأولاني. النادي الأهلي كان بيسترجع الكورة بمنتهى السرعة علشان يرجع يضغط ويكمل ضغطه على فريق كهرباء الإسماعيلية علشان يقدر ان هو يحرز الهدف الاول. التحركات بدون كوره في الشوط الاولاني كانت ممتازه جدا، وعلى عكس المتوقع بالنسبه لي وعلى عكس المتوقع لكل جمهور النادي الاهلي ان جبهه بن شرقي هي اللي هتشتغل طول الشوط الاولاني، ولكن لا، جبهه محمد هاني كانت جبهه ناريه. النادي الاهلي وعماد النحاس قدروا يستغلوا الضعف اللي موجود في الجبهه الشمال بتاعه فريق كهرباء الاسماعيليه افضل استغلال. كنا بنشوف في الجبهه دي حسين الشحات مع محمد هاني، وكمان كان بيزيد معاهم بن رمضان. انا كنت متوقع ان بن رمضان هيلعب ناحيه الشمال مع بن شرقي، ولكن فوجئت ان بن رمضان بيلعب ناحيه اليمين وزيزو هو اللي بيلعب ناحيه الشمال مع بن شرقي. كانت جبهه ناريه. الاهلي قدر ان هو طول الشوط الاولاني يستغل الجبهه دي افضل استغلال، قدر من خلالها محمد هاني يعمل الاسيست الرابع ليه في الدوري. وانا مستغرب محمد هاني جدا يا جماعه. محمد هاني بيقدم مستوى مميز جدا في اخر 3 4 ماتشات. هو ده محمد هاني اللي احنا كنا بننتقده. محمد هاني لولا الغلطة بتاعة الهدف الأولاني اللي هو مسؤول عن جزء منه كان هيبقى النهاردة 10 من 10 يا جماعة. محمد هاني أداء هجومي لباك عالمي. ده مش محمد هاني يا جماعة، ده مش محمد هاني. أنا ما تقنعونيش إن ده محمد هاني اللي احنا كنا بنتكلم عليه وبنطلع ننتقده الفترات اللي فاتت والموسم اللي فات. محمد هاني فايق، محمد هاني مركز، محمد هاني بيعمل عرضيات حريرية لزمايله. انا مش مصدق لغاية دلوقتي انه في 9 مباريات عمل 4 اسيست يا جماعة. رقم تاريخي لمحمد هاني عمره ما وصل له قبل كده. اقصى حاجة كان بيعملها محمد هاني في الموسم اسيست او 2. النهاردة عامل في 9 مباريات بس 4 اسيست. برافو محمد هاني. والقطعة بتاعت كوكا يا جماعة حاجة تانية والله. قطعة الهدف الاولاني بتاعت كوكا مميزة جدا. جون باكات يا جماعة، الباك اليمين بيعرض علشان الباك الشمال يقطع جوه منطقة الجزاء ويحطها زي السكينة في الحلاوة. والجون ده كان نتيجة طبيعية لضغط الأهلي المستمر على فريق كهرباء الإسماعيلية. بعد الجون قلت هشوف كهرباء الإسماعيلية بيحاول يتحرك، بيحاول إن هو يشكل خطورة على مرمى الشناوي، ولكن برضه ده ما حصلش. ومن كورة ركنية زيزو وجمال زيزو وحلاوة زيزو وعرضيات زيزو اللي انا جايبه عشان العرضيات دي. بيرفع عرضية على راس ياسين مرعي المميز جدا في ضربات الراس وبيلعبها في المرمى علشان يجيب الجون التاني للنادي الاهلي. مشيت من عندنا ثنائية علي معلول ومحمد عبد المنعم، وان شاء الله هتعوضها ثنائية زيزو وياسين مرعي. ياسين مرعي مميز جدا في ضربات الراس، جون يريحك نفسيا، جون يخلي الاهلي متحكم اكتر في الريتم. وبينتهي الشوط المميز جدا بتقدم الاهلي 2-0 على فريق كهرباء الاسماعيليه بدون اي وجود لفرقه كهرباء الاسماعيليه. في الشوط الثاني بنشوف تغييره غريبه من الكابتن عماد النحاس، طلوع ياسر ابراهيم ونزول بيكهام. لو ياسر ابراهيم يا جماعه مش مصاب انا مش شايف اي سبب لخروجه. تغييره غريبه جدا. هفترض معاك، انا هتكلم هنا على اساس ان ياسر ابراهيم مش مصاب.
طبعا لو مصاب دي حاجه تانية، بس لو ياسر ابراهيم مش مصاب نفسي افهم الكابتن عماد النحاس كانت في دماغه ايه علشان يطلع ياسر ابراهيم اللي هو ركيزه اساسيه في قلب دفاع النادي الاهلي وينزل بيكهام. طبعا نزل بيكهام، دفاع النادي الاهلي بقى مستباح يا جماعه، دفاع النادي الاهلي بقى مش موجود حرفيا. والناحيه التانيه الكابتن رضا شحاته عمل 3 تغييرات هجوميه فرقوا معاه جامد جدا. بنشوف في بدايه الشوط اختراق جميل جدا من زيزو من ناحيه اليمين، وبيعرض كوره جميله جدا بيشيلها المدافع قبل ما توصل لبن شرقي علشان تتهيأ مقشره قدام محمد شريف اللي بيحطها الهدف الثالث للنادي الاهلي. بعد الهدف ده يا جماعه انا ابتديت اهدى، لان انا الصراحه بعد الهدف الاول والتاني كنت متوتر جدا، وكنت حاسس ان لا الاهلي دفاعه ضعيف وممكن اي فرقه تسجل في النادي الاهلي بمنتهى السهوله. لكن بعد الهدف الثالث ابتديت اطمن شويه لنتيجه المباراه، ابتديت اطمن ان النادي الاهلي ان شاء الله يرجع لصداره الدوري لو جاب هدف كمان. قلت ان شاء الله النهارده هتبقى حفله اهداف، واطمنت شويه. ولكن فوجئت يا جماعه ان فريق كهرباء الاسماعيليه ونجم عملوا مباراه اكتر من ممتازه. في واحد كده اسمر اسمه تقريبا علي سليمان، اللعيب ده مميز جدا يا جماعه، لعيب ممتاز في فرقه كهرباء الاسماعيليه. اللعيب ده مش هيقعد في كهرباء الاسماعيليه كتير، واكيد السنه الجايه هيتخطف من انديه القمه في الدوري المصري. لعيب سريع جدا، لعيب مهاري، عمل خطوره كبيره جدا من ناحيه اليمين، وفي اختراقه من ناحيه اليمين من اللعيب ده قدر ان هو يعدي من محمد هاني طبعا بمنتهى السهوله. ودي الغلطه الوحيده لمحمد هاني علشان يعرض كوره جميله جدا يلعبها ونجم في الارض علشان تطلع في سقف الجون الهدف الاول لكهرباء الاسماعيليه. الهدف ده يا جماعه قلقني جدا، حسيت ان النادي الاهلي لو دخل فيه هدف تاني الدنيا هتتوتر، الدنيا هتتلخبط. النادي الاهلي لازم يرجع يمسك كوره تاني ويرجع يهاجم تاني علشان يمنع فريق كهرباء الاسماعيليه ان هو يمسك الكوره وان هو يسجل الهدف التاني ويقرب النتيجه. واللي خفت منه حصل، كرة تانية بتتشاط من الباك الشمال على حدود منطقة الجزاء بتخش الهدف التاني في النادي الأهلي. ساعتها يا جماعة الدنيا كهربت على الآخر، وصعبنا الماتش على نفسينا بدون أي داعي. كنا كسبانين 3-0 ومرتاحين في النتيجة، وممكن نعمل كمان سكور كبير نضمن بيه صدارة الدوري. مرة واحدة بنلاقي نفسنا النتيجة 3-2، دفاع كارثي للنادي الأهلي. انا مش عارف النادي الاهلي يا جماعه عنده مشكله دفاعيه رهيبه. لازم في الشتاء يجي مدافع قوي للنادي الاهلي، ولازم اشرف داري يرحل من النادي الاهلي. بجد يا جماعه احنا عندنا خط دفاع كارثي. النهارده مروان عطيه بيقدم مباراه سيئه جدا، بيقدم مباراه في منتهى السوء على مستوى قطع الكرات. مروان عطيه ما كانش موجود طول احداث المباراه تقريبا. بنلبس هدفين بسذاجة دفاعية غريبة جدا. ده بنشوف مهارة فردية من بن شرقي في فاول جميل جدا بيرفعها من فوق الحيطة علشان يمتعنا بأجمل أهداف المباراة من ضربة حرة مباشرة، وبقت النتيجة 4-2. وابتدى شوية الثقة ترجع لجمهور النادي الأهلي تاني. لكن أنا برضو في الربع ساعة الأخيرة دي كنت برضو قاعد مقلق، لأن ممكن كهرباء الإسماعيلية يخطف جون تالت برضو الموضوع يتأزم تاني على النادي الأهلي. وبرغم الفوز وبرغم المكسب الا اني بعد المباراه كنت متضايق جدا من الهدفين اللي دخلوا مرمانا، لاننا بنتيجه 4-0 كنا هنتصدر الدوري. لكن احنا حاليا ترتيبنا الثالث بعد المصري البورسعيدي وبعد الزمالك. المصري البورسعيدي عنده 18 بونت والزمالك 18 بونت والاهلي 18 بونت، ولكن فرق الاهداف بلس 7 للمصري البورسعيدي وبلس 7 لنادي الزمالك وبلس 6 للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي حاليا في المركز الثالث، بس طبعا النادي الاهلي متاخر مباراه عن المصري البورسعيدي وعن نادي الزمالك. لو قدر ان هو يكسبها هيتصدر الدوري. لكن انا مش ناسي نادي بيراميدز. نادي بيراميدز هو المنافس الحقيقي للنادي الاهلي السنه دي. نادي بيراميدز متاخر عن النادي الاهلي مباراتين، اذا قدر ان هو يكسب المباراتين اللي هو متاخرهم دول هيبقى في صداره جدول الترتيب بفارق نقطتين عن النادي الاهلي. ولكن كويس جدا ان النادي الاهلي بيخش التوقف الدولي وهو تقريبا في صداره الدوري او مشارك في صداره الدوري، ان انت تستعيد الثقه تاني. وضروري جدا يا جماعه ان احنا نجيب مدير فني بعد التوقف الدولي، لان تغييرات عماد النحاس غريبه. زي ما قلت لك تغيير بيكهام بياسر ابراهيم تغييره غريبه جدا ادت ان احنا نلبس هدفين بدون اي داعي. طبعا تغييره حسين الشحات مش هقدر الوم فيه عماد النحاس، لان حسين الشحات خرج مصاب واضطروا ان هو ينزل محمد مجدي فته، مش محمد مجدي قفشه، ده محمد مجدي فته. النهارده محمد مجدي فته يا جماعه بينزل في الدقيقه 27 او 28 بيلعب ساعه كامله من احداث المباراه. محمد مجدي فته اللي كان بيقول لك ادوني فرصه مع النادي الاهلي وانا هثبت نفسي، اديك خدت فرصه ولعبت ساعه كامله. عملت ايه يا محمد يا مجدي فته؟ ما بتعرفش تباصي، ما بتعرفش تعمل سيروهات،
ما بتعرفش تسرع رتم اللعب، واللعب كله بيقف عندك، والكرة لما بتجيلك بتتبطأ جدا، ما بتعرفش تسدد، ما بتعرفش تراوغ. عملت ايه النهارده يقول ان انت صانع العاب النادي الاهلي الاساسي؟ محمد مجدي فتح يا جماعه بالمستوى ده لازم يطلع اعاره في يناير او النادي الاهلي يبيعه، لان من الاخر كده جمهور النادي الاهلي ما بيصبرش كتير، وانا صعب جدا ان صانع اللعب بتاعي يبقى زي محمد مجدي فتح. برضه نزول ديانج وخروج بن رمضان، التغييره دي يا جماعه انا معترض عليها. ليه بقى؟ لان ثنائيه مروان عطيه واليو ديانج في نص الملعب دي ثنائيه كارثيه بالنسبه لي، ثنائيه ما بتضيفش اي جديد للنادي الاهلي، ثنائيه بتقول للفريق المنافس تعالى اضغطني انا ابتديت ادافع. والتغييره دي كانت بدري جدا يا جماعه، كانت في الدقيقه 66 تقريبا او 67، فكانت بدري جدا يا جماعه، بدري جدا ان انا انزل اليو ديانج في الوقت ده وابتدي ان انا استقبل اللعب من فريق كهرباء الاسماعيليه، وفعلا بعدها على طول بيخش فينا الهدف الثاني والنتيجه بتقرب بتبقى 3-2. فتغييره غريبه جدا من عماد النحاس. عماد النحاس النهارده بتغييراته يا جماعه كان مصمم ان هو يخسر النادي الاهلي نقاط، كان مصمم ان كهرباء الاسماعيليه يرجع في النتيجه ويتعادل مع النادي الاهلي بالتغييرات الغريبه اللي عملها. وبس كده، ده اللي كان معانا في حلقه النهارده. اتمنى يا جماعه لو الحلقه عجبتكم تدعمونا بلايك بشير بكومنت، مستني اراكم في الكومنتات عن احداث المباراه. اتمنى كمان يا جماعه تدعمونا بسبسكرايب لقناه اليوتيوب وفولو لصفحه الفيسبوك وفولو لصفحه التيك توك. سلام.